السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى القرنبيط التحفه المقلي ده؟ تعالوا اقول لكم بقى على الطريقه بتاعته. اهم حاجه تختاري القرنبيط اللي هي مليانه كده وما فيهاش اي فراغات نهائي. لكن المفرغه دي اللي هتحسي اللي هو في مسافه بين كل ورده والتانية دي بتكون مش اولا مش حلوه خالص، وهتبقى زي المفرغه كده. عارفين زي الشيخة، زي الحاجات اللي بتكون في اللفت كده، بتكون شيخة كده. ما تختاريش، اهم حاجة تختاريها تكون بيضة وتكون الوردات لازقة في بعض كده. الحتة دي ما تصورتش. انا غليت مية وحطيت فيها نص كوباية لبن ومعلقة ملح وكمون وقرن فلفل حراق. قرن فلفل حراق ده بيخلي طعم حلو للقرنبيط. واللبن ميزته ان هو اصلا ما بيخليش اي انتفاخات لاي مرضى قولون او اي حد بيتعب اصلا من القرنبيط والحاجات دي بيتعب جدا منها. وبتخلي كمان مفيش ريحة خالص في الشقة. لو ما بتحبيش ريحة القرنبيط كده مقلي، ده ميزة اللبن. والكمون طبعا بيشيل الموضوع برضو، الانتفاخات وكده. بصوا، بتاخد غلوة واحدة بس، بتكتريش اكتر من كده. اول ما بتدخل الشوكة فيها في ال في ال في ال مش في الوردة، اللي هو العنقود اللي تحت الوردة. لو دخلت فيها الشوكة كده كده تعرفي ان هي استوت. هبتدي اطلع بقى الوردات كلها من المية واللبن والملح والكمون وقرن فلفل حراق. زي ما قلت لكم، قرن فلفل حراق ده بيخلي ليه طعم جميل، مش بيخليها حراقه يعني، بس بيخلي ليها طعم. هبتدي اطلع كده كل الوردات من الميه وهسيبها تهدى خالص على جنب. في الوقت ده هكون بجهز الخلطه. من ما تهدى خالص من السخنيه اللي هي ايه، اللي هي فيها دلوقتي بعد ما اتغلت. وكمان اللبن اللي بيكون في الميه بيخليها الورده كده تحسيها زاهيه كده ومنوره. هنجيب بقى الوصفة. هنبتدي نعمل الخلطة: بيضتين ومعلقتين نشا وكوبايتين من الدقيق وكوباية لبن وملح وفلفل وكمون وشطة وبابريكا وكركم. وهحط فصين توم. وهحط ربطة من الشبت وربطة من البقدونس، من الكزبرة. البقدونس بغير طعمها، ما نحطش بقدونس نهائي. اول حاجة هنبتدي نجهز الخلطة. هنضرب البيضتين كده كويس جدا، وهننزل بقى باللبن. تأكد ان البيض ضرب كويس. ننزل باللبن وهنبتدي نضرب برضو تاني. وهنحط بعد كده البهارات. البهارات ده اول ما تحطي البهارات هتشم ريحة جميلة جدا للوصفة. اضربيها كده كويس. وهنحط معلقة كبيرة بس مش مليان قوي من الخل. ميزة ان الخل مش هتخلي ريحة اي زفارة للبيض، في نفس الوقت هتخليها مقرمشة. هبتدي نضرب برضو الخل معاها. يعني لو متحبيش ريحة البيض في خلطة القرنبيط دي هتشيل ريحة البيض نهائي. وهننزل بكوباية الدقيق الأول. هضرب شوية بشوية بحيث ان هي ما يحصلش فيها اي تكتلات. تخليها عارفين زي قوام كده الكيكة، مظبوط، بحيث ان هو ما يكونش فيها اي تكتلات نهائي. هبتدي هضرب كويس لحد ما تدوب كل المكونات كده مع بعض. وكل ما هتسيبي الوصفة دي، الخلطة دي شوية، هتلاقيها تقلت شوية. فاحنا عاوزين القوام برضو تقيل في الوصفة دي
عشان بحيث ان هي تمسك في الوردات بتاعه القرنبيط. حطيت معلقتين نشا وكوبايه الدقيق التانية، وهحط معلقه صغيره من البيكنج باودر. ما تحطوش كتير من البيكنج باودر بحيث ان هي ما تكونش مليانه، يعني مليانه الكفر يكون تقيل كده على الورده، لا احنا عاوزين حاجه بسيطه كده تخليها برضو مقرمشه ومنها تدي طبقه حلوه للقرنبيط. هنجيب بقى ايد هون عندك، وهنبتدي ندبل الورق بتاع الخضرة ده مع الثوم. لو ما عندكيش ممكن تضربيه، تديه ضربة بسيطة كده في الكبة. لو ما عندكيش هون يعني ممكن تديه ضربة بسيطة في الكبة اللي عندك، بحيث ان احنا عاوزين ندي نطلع نكهة الثوم مع الخضرة، نطلعها مع بعض بحيث ان هي تطلع اي زيوت كده ونحطها في الخلطة. اول ما تحطي الثوم والخضرة دي بعد ما تدبليها كده كويس، تحطي الثوم والخضرة على الخلطة، هتشمي ريحة تحفة جدا. وحتى في القلي كمان لما تيجي تقلي القرنبيط هتشمي ريحة جميلة جدا للقرنبيط. هننزل اي خضرة كده على الايد الهون، وبعد كده نحط بقى نحط الخضرة دي والثوم على الوصفة، على الخلطة بتاعة القرنبيط. احنا عاوزينها تقيلة عشان بحيث ان هي تمسك في الوردات ما تكونش سايلة، يعني ما تكونش فيها مية. لو لقيتيها خفيفة، عشان كمان على حسب كل دقيق، لو لقيتيها خفيفة ممكن تزودي معلقتين دقيق. احنا عاوزين القوام زي ما قلت لكم يا جماعة تقيل. كل ما تسيبيها على جنب كمان شوية، تكوني بتعملي حاجة ولا زيت بيتخن ولا زيت بيسخن ولا كده بتاع القرنبيط، هتحسيها تقلت شوية. اهو قلبتها كده كويس. في الوقت ده بكون مسخنة الزيت، بسخن الزيت عشان انزل الوردات بتاعة القرنبيط. هي دوبك بتاخد بس لون وتطلعيها على طول، تبقى مرمشة جدا اول ما تطلعيها. طبعا النشا والخل بيخليها مقرمشة. لما تيجي تنزل بقى الوردات، انا متمكنتش بالجلافز خالص، فهعمل بايدي صراحة، لان اتمكنتي هتعرفي تتمكني بايدك اكتر. هتدخلي القرنبيط، هتدخلي الخلطة بين وردات القرنبيط كده كويس. تأكد ان الزيت سخن زي ما قلت لكم يا جماعة. ما تحطوش والزيت بارد عشان هتشرب زيت، لكن كده مش هتشرب زيت نهائي. هي بصوا الزيت اتأكدت ان هو سخن، هبتدي انزل برضو في المعلقة. مش هتمكن كويس، فهبتدي امسك بايدي واعمل انا كده كده. الواحد طبعا بيكون غاسل ايده وعامل وواثق ان هو منضف ايده كويس، يعني هو بيعمل الاكل. هبتدي انزل الوردات كده شويه بشويه، وهحط بقى على طول في الزيت. اول ما تاخد لون على طول بطلعها، طلع من دي المطبخ وجايبه طبق وهطلع عليه القرنبيط. زي ما قلت لكم التقطيع اللي انتوا بتحبوه صغير بقى عشان اولادكم، تحبوه صغير تحبوه كبير زي ما انتوا تحبوه كده. اهو ببتدي احط الوردة كده كويس في القرنبيط. هبتدي انزل على طول في الزيت. ولازم يكون زيت غزير، ما تبتديش تقلبي غير لما تتأكد ان هي مثلا اخدت لون من تحت. اهو بعد ما اخد لون بقى، شايفين اللون الجميل بتاعه ده، اللون الذهبي.
على حسب بقى اللي انت بتحبيه، لو عايزة تغمقيه اكتر من كده غمقيه كده يعني. شايفين بقى التحفة ده؟ قرنبيط، والريحة كانت جميلة جدا. هبتدي بقى اشوف اللي اخد لون وطلعه على طول. زي ما قلت لكم، طبق ومنديل مناديل مطبخ عشان الزيت اللي هو ينزل عليه الزيت الزيادة. كده كده هتحسوه بعد كده انتوا بتاكلوا ان هو مفيش زيت نهائي، وما شربش اي زيت يعني. هنبتدي بقى ننزل باقي القرنبيط لحد ما نخلص الكمية اللي عندنا كلها. اهو بعد ما خلصته في الاخر، شايفين بقى؟ تحفة جدا يا جماعة، وطعمه جميل. شايفين؟ تحسوا اصلا ما شربش زيت نهائي. وطعمه جميل. فتحت لكم واحدة تحفة جدا وطعمها، وجربوه. يا رب الفيديو يعجبكم، وعجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان تلاقوا ان شاء الله فيديوهات مني تاني بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.